السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وصفة جديدة على قناتكم شيوات مع نادية. نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. في إطار حلويات العيد غادي نشارك معكم جديد برستيج هاد السيليكون، كيجي أكثر من رائع، حلوى جد راقية لا شكلا ولا مذاقا. جديد قدمته معكم في هاد السيليكون. كيف كتعرفوا دائما هاد الحلويات السيليكون كيكون داخل فيها البسكوي. أنا حذفته في هاد الوصفة وشاركت معكم واحد المكون اللي هو أكثر من رائع وراقي جدا البنات، اللي هو الكنافه. شاركتها معكم البنات، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش نكتشفوا مع بعض طريقه التحضير والمقادير. فقط البنات ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم والبارطاج باش تعم الفائده. نبداو على بركه الله. عندي هنايا 200 غرام ديال اللوز اللي خليته بالقشره ديالو، طبعا مسحته وحمصته في الفران وطحنته مهرمش كيف كتشوفوا معايا. وهذه عندي هنايا الكنافه عندي هنايا 200 غرام حتى هي. بعد ما بسبسته واحد نصف كاس الزبده مذوبه ودخلتها الفران مع التحريك المستمر حتى تغير اللون ديالها بهذه الطريقه. كيف كتشوفوا كتاخذ واحد اللون ذهبي رائع البنات. وحنا كنحركوا فيها طبعا وكنهرسوها واحد شويه باش ما كتبقاش طويله. وعندي الشوكولات كتدخل معنا هذه الوصفه بين 400 غرام حتى 450. صافي هنايا بعد ما ذوب ديك الشوكولات استعملت انا هنايا نوعيه كالا. ذوب ديك الشوكولات طبعا في حمام مائي، وضفت ديك الكنافه اللي كتشوفوها اللون ديالها ذهبي البنات، كتجي رائعه البنات وفيها واحد القرمشه بحال شكل اللوز. ديك المكسرات اللي ضفناها، طبعا مكسرات كتبقى اختياريه، ممكن تضيفوا الكاوكاو، ممكن تضيفوا خليط بين اللوز والقرقع، كيبقى لكم على حسب الامكانيات ديالكم. كيف كتشوفوا هنايا خلط ديك الكنافه مع ديك اللوز وديك الشوكولات اللي ذوبناه في حمام مائي. صافي هادو هما المكونات ساهلين البنات، وكتحضر دغيا هاد الحلوى حتى لاخر لحظه. توجدوها طبعا المائده العيد ديالكم، تزينوا بها الطاوله ديالكم، كتجي الشكل ديالها مزيونه بزاف، المنظر ديالها ولا حتى المذاق كتجي مقرمشه بزاف، كتحافظ على القرمشه ديالها لمده طويله. كيف كتعرفوا البسكويت كيكون رطب، كترطبنا الحلوى ديالنا اذا بقات واحد المده، هذه كتبقى محافظه على القرمشه ديالها اكثر مده. صافي كيف كتشوفوا هنايا كنوضعها في ديك السيليكون اللي هذا الشكل دائري. ممكن تعملوا اي نوع ديال السيليكون، ممكن تعملوا الشكل ديال الورده ولا هذا النوع، كيبقى لكم على حسب النوعيه اللي كتفضلوا نتوما. صافي كتشوفوا القوام ديك الخليط كيكون ما هو ثقيل ما هو خفيف. كنوضعها في ديك الحفيره ديال السيليكون قياس واحد المعلقه معوطه، وكنوزعها حتى كتاخذ الفورمه ديك السيليكون. كتكون شي خفيفه بزاف البنات، كتكون ثقيله واحد شويه. من بعد غادي نضغطوا عليها على طاوله العمل. صافي كنوزع هذا الخليط على هذا السيليكون كامل. ضوبلت المقادير 2.5 مرات هذا السيليكون داز معايا، كان عندي غير واحد. صافي هنايا كيف شفتوا عمرت هذا السيليكون الاول. غادي نعوض الوجه ديالها بديك استعانه بالمعلقه، دغيا كيتعوض. والتزيين كيبقى اختياري، ممكن تخليو هاد الحلوى كيف ما هي، ممكن تزينوها. انا احتفظت بواحد شويه ديال الكنافه اللي احتفظت بها للتزيين كيف كتشوفوا. صافي كنوزع ديك الكنافه شويه على الوجه ديالها، هي باقا ما بردت. قبل ما تبرد البنات كتعملوا هاد التزيين الاخير. كيف قلت لكم كيبقى اختياري. وطبعا شويه د الورد كنهرسوا له شويه ديك اللون ديالها. صافي كنوزع هاد التزيين على هاد السيليكون كامل، وكندخلوا النبيره الوقت اللي كتبرد معنا هاد الحلوى ديالنا. ومن بعد غادي نجبدوها ونضوبلوا الكميه اللي بقاتنا. كيف قلت لكم انا ضوبلتها 2.5 مرات، خرجت لي هاد الكميه اللي شاركتها معكم. صافي واحد ضغطه خفيفه بواحد السكين باش كنضغطوا على ديك الكنافه وديك الورد باش ما كيطيحش، كيبقى متماسك على ديك الحلوى وهي باقا قبل ما تيبس. صافي كنضغط عليها بواحد الضغطه فوق طاوله العمل، وغادي ندخلها النبيره حتى كتبرد. ومن بعد تشوفوا الشكل ديالها من بعد ما تبرد. صافي هنايا البنات من بعد ما خرجت الحلوى ديالي من النبيره كانت واجده، ماشي بزاف، كتدي واحد 10 دقائق كتكون الحلوى ديالنا شبرت في راسها. كنحيدوها بسهوله من داك السيليكون.
هذا هو الشكل ديال البنات. ديك اللون الورد كيعطي واحد الجماليه اكثر. كنهرسوا لها داك اللون. ماشي شرط البنات اذا ما كانش عندكم هاد السيليكونات، فقط البنات تعدلوها في ديك الكوارطاز الحلوى حتى هي كتجي مزيونه بزاف. وفقط المهم تعتمدوا المقادير وتكتبوا لي في التعاليق وتقولوا لي كيف جاتكم هاد الحلوى، ما نعكشكمش عليها. وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصحاب باش تعم الفائده وتوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من المشاهدات. شكرا البنات على التشجيع ديالكم، وكنشكر البنات اللي انضموا عندي القناه. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. والبنات القدام نتوما موالي الدار. صافي هنايا كيف كتشوفوا غادي نستمر معكم بنفس العمليه. كنزول ديك الحلوى كامله من ديك السيليكون، وتشوفوا هذا الشكل ديالها. قبل ما نعملوا واحد التزيين الاخير غادي نعاود المره الثانيه كيف قلت لكم. جوج مرات درت لي هذا الخليط القياس اللي عملته معكم جوج مرات، واحد شويه نصف هذا السيليكون. غادي نكمل معكم ونتلاقاو في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى او اقتراح ديال نهار اليوم اللي شاركته معكم. فعلا البنات كتستحق التجربه، سهله، ما كتحتاجش فيها كثره المكونات ولا كثره المراشم. شاركت معكم البنات على طريقتي، دخلت معكم الكنافه في هذا البريستيج ديال الحلوى سيليكون. شكرا البنات على التشجيع ديالكم. قدمت معكم في هذه الفراقات، ممكن تقدموها غير هيداك ولا بديك الكوارطات حتى هما. شكرا البنات على التشجيع ديالكم والمشاهده ديالكم، والى اللقاء في فيديو ووصفه قادمه بحول الله. مع السلامه.